لعيب مصري بيمضي عقد احترافي في ارسنال يا رجاله. ابراهيم دياز اعطى الموافقه رسميا على الانضمام لمنتخب المغرب. نادي ليفربول اعلن رسميا توقيع عقد احترافي مع اللاعب المصري الشاب. طيب من حوالي 4 سنين عمر مرموش اتعرض عليه يمثل منتخب كندا اللي فعلا اتواصلوا معاه قبل منتخب مصر، وحاولوا يستغلوا ان هو عنده الجنسيه الكنديه من اهله عشان ينضم للمنتخب الكندي، ولكن عمر مرموش رفض وقرر ان هو هيمثل منتخب مصر. المنتخب الكندي كلموني ان هم عارفين ان انا عندي الجنسيه وعايزيني ابقى موجود معاهم في المنتخب الفتره الجايه، والمدرب كلمني شخصيا. اللي انا تفكيري كله كان ان انا عايز اوصل يوم من الايام ان انا اوصل العب لمنتخب مصر. اوكي. فانا اول لما منتخب كندا كلموني كان واضح قوي بالنسبه لي انا عايز منتخب مصر. يعني مرموش كنت ممكن تلاقيه دلوقتي بيلعب لمنتخب كندا، بس رفض مرموش هنا مش عشان منتخب مصر اتواصل معاه، مصر اتواصلت معاه بعد منتخب كندا بفتره، وبالفعل بعدها بفتره صغيره منتخب مصر كلمني وجيت ولعبت منتخب مصر. بس الرفض راجع ان هو مصري 100%، اتولد وعاش وبدايته كانت من عندنا، فكان الطبيعي ان هو يختار منتخب مصر حتى لو منتخب كندا سبقنا وتواصل معاه، او ان كابتن شوقي غريب ما ضموش للمنتخب الاولمبي، تقريبا ما كانش مقتنع بالدوري الالماني. لكن بصراحه المعركه كانت محسومه لمصر من قبل ما كندا تخشها. الله، طب انت عايز توصل لايه؟ الخطوه اللي اخذها منتخب كندا قبل مصر ما فرقتش في اختياره، لكن كان ممكن تفرق لو كان اتولد هناك وقضى اغلب طفولته بره، او لو بدل منتخب كندا كان منتخب اقوى شويه زي اسبانيا والمانيا. وعشان تتخيل معايا حجم الموضوع، لو قلت لك مين اقوى، منتخب انجلترا ولا ايرلندا، بكل ثقه هتقول لي منتخب انجلترا طبعا. بس اجابتك دي ممكن تتغير لو عرفت ان لعيبه زي هاري كين وماجواير ورايس كانوا اختاروا يمثلوا منتخب ايرلندا بدل انجلترا باعتبار اصلهم ايرلندي. منتخب انجلترا اساسا لو دورت فيه هتلاقي نص ايرلندي والباقي جامايكي. ده ديكلان رايس مره عمل اكتر موقف كوميدي شفته في الحكايه دي، كان بيلعب ماتش ضد منتخب ايرلندا، منتخبه الاصلي اللي كان بيلعب معاهم فتره الناشئين، سجل فيهم هدف وما احتفلش بيه احتراما لمنتخبه القديم يعني وكده. انت راجل ذوق. الله يخليك يا باشا. والله راجل محترم. الله يخليك يا باشا. بس صراع المنتخبات على اللعيبه اللي عندها اكتر من جنسيه من زمان، منتخبات في نظرك قويه ولاعيبتها اصولهم من منتخبات ضعيفه. انا بكلمك في تاريخ ممكن يتغير، بس قبل ما يحصل لك خلط انا هنا مش قصدي على التجنيس، لان في اختلاف بين التجنيس ومزدوج الجنسيه. لا انا عايزك تشعبول لي العمليه شويه. تجنيس الاقامه ان اللاعب ده دخل البلد قعد فيها كام سنه واجي اديله الجنسيه عشان استفيد منه رياضيا، زي اللي كان هيحصل مع مرموش، وللاسف بيحصل من زمان مع لاعبتنا المصريين في الالعاب التانيه. بس ده مش اللي قصدي عليه، اللي اقصده هو مزدوج الجنسيه، لاعب اتولد في بلد معينه واهله واصله من بلد تانيه، فيبقى من حقه يلعب لاي حد فيهم. وهنا يبدا يحصل الصراع بين المنتخبات. زمان المنتخبات العربيه والافريقيه كانت بتكتفي بس انها تاخد لاعبين الصف الثاني من اللي عندهم جنسيه مزدوجه، تقدر تقول كده بقايا الفرز الاول من المنتخبات الاوروبيه، او لو حد كرم وجالنا نكون شاكرين والله. وكان بيصعب علينا اننا نشوف لاعب عربي مننا بيلعب في منتخب اوروبي وبيكسر الدنيا، وفي نفس الوقت انا ما بقدرش اجيبه. طب فيها ايه يا شرنوبي؟ ما نجيبه. الموضوع مش بالسهوله اللي انت متخيلها، لانك بتنافس منتخبات عندهم كل الاغراءات لاي لاعب، وبسهوله يقدروا يقنعوه انه يمثل منتخبهم الاوروبي. دي منتخبات موفره لهم كل حاجه، امكانيات، تغطيه اعلاميه، بطولات متشافه في كل حته، وده اكيد هياثر على الكارير بتاع اي لاعب. ففكره انك تخش عليه بنغمه الوطن والهويه فهيجي لك جري فكره مستبعده تماما. بس المنتخبات العربيه وخاصه المغرب والجزائر بداوا يعرفوا انهم سايبين كنوز بره ومش مستغلينها، وبداوا فعلا يقنعوا لعيبه زي محرز وحكيمي انهم يمثلوا منتخباتهم الاصليه. ايه ده انت ما تعرفش؟ ما هو من مزدوج الجنسيه. رياض محرز اتولد في فرنسا وبدا يلعب كره قدم في الانديه الفرنسيه، وحكيمي نفس الكلام اتولد في مدريد في اسبانيا وبدايه لعبه كانت هناك. يعني تقدر تقول كده نص مغربي ونص جزائري. بس استنى يا شرنوبي، انت ضحكت عليا، انت لسه قايل من شويه اننا ما كناش بنعرف نقنع لعيبه غير لعيبه الصف الثاني بس. انت عايز تفهمني ان محرز وحكيمي نجوم صف ثاني؟ معاك حق، اصبروا عليا بس وهتعرف هم عملوا ايه. الجزائر والمغرب عملوا حل بسيط، اشتغلوا كشافه للعيبه دي قبل ما يكونوا نجوم صف اول. بمعنى انا ليه استنى لما اللاعب ده يبدا ينور واروح اقنعه واخش في صراع مع منتخبات متفوقه عليا في كل حاجه؟ انا ادور على لعيبتي اللي اصولهم من عندي من قبل ما حد يسمع عنهم واخش الساحه ومحدش فيها، فتعاملوا اكنهم يضموا صفقه لنادي مش لمنتخب. يعني الجزائر لما اتواصلت مع محرز واقنعته 2014 كان لسه رايح ليستر سيتي بس ما عملش اسم، وطبعا بعد موسم ليستر التاريخي وفوزهم بالدوري الانجليزي بقى رياض محرز. وحكيمي المغرب اقنعته في 2016 من هو لسه في كاستيا ريال مدريد من قبل حتى ما يلعب في الفريق الاول، وبدا يتدرج في فئات المنتخب المغربي لحد ما راح اعاره بروسيا دورتموند وبقى حكيمي. فانت خلاص يا باشا كملت له الهويه وبقى مغربي 100%. واحنا هويتنا كعرب لو عشتها معانا محدش يقدر يغيرها لك باي مغريات تانية، بس احنا نسبق بخطوه. ابني بحجته وشبكني بحكمته وعرفنا نيته وغلاوته عندنا. والمغرب والجزائر قدروا يكملوا بنفس الطريقه مع لعيبه تانية كتير قبل ما يعملوا اسم كبير في اوروبا، وبدانا نشوف لعيبه كتير من مزدوج الجنسيه في قوائم المنتخبين، وخاصه بعد ما شفنا ان ممكن لاعب واحد بس من نجوم الصف الاول ياثر تاثير محدش متوقعه زي رياض محرز واللي عمله مع منتخب
الجزائر في بطوله افريقيا 2019. بس قبل ما اقول لك ازاي المغرب قدرت تاخد الموضوع في حته ثانيه، دي المنتخبات الاوروبيه معتبره منتخب المغرب اكبر خطر بيواجههم. فتعال اديك هنت عن ازاي المسؤولين عندنا بيتعاملوا مع الملف ده وايه اللي معطل القصه. والله العظيم في لاعب اسمه هيثم حسن، لاعب ريال اوفيدو الاسباني، المفروض انك سمعت عنه من فتره كبيره، وان في محاولات بتتم لاقناعه عشان ينضم لمنتخب مصر، بس دايما الموضوع بيحصل فيه مشكله وداخل في اكتر من 4 سنين ومحدش بيوصل لنتيجه. هيثم حسن لاعب متوسط في الدوري الاسباني. طب انت ليه مش قادر تقنعه؟ ده الكونغو اقنعت وان بيساكا وانت لسه ما اقنعتهوش. تعالى بقى اقول لك ايه الحوار، لان الموضوع مش في هيثم حسن بس، الفكره في الطريقه اللي لسه بنتعامل بيها عشان نحاول نقنع اللعيبه دي. احنا بنخش بنغمه ما شربتش من نيلها وشرف ليك تلعب لمنتخب مصر واللي عايزنا يجي لنا وكلام في السهل منه. الفكره ان اللعيبه دي بتكون زي ما قلنا نص مصري، فمش هياكل معاك الكلام ده محتاج منك تقدير وتحاول تقنعه بمشروعك ودوره فيه هيبقى ايه. يعني في اكتر من مره اسمع من المدربين واتحاد الكوره انهم فعلا اتواصلوا مع هيثم حسن ودخلوا معاه في كونفرنس اونلاين، يعني بالعربي كده ما حدش سافر له. احنا بقالنا شهر متابعينه، عاملين كونفرنس معاه ومع الوكيل بتاعه والله مرتين 3 الايام اللي فاتت ديت، لكن هو تونس بتلعب في دماغه جامد جدا. ده كان نتيجته ان هو لحد دلوقتي ما حسمش قراره، لانه مش شايف تمسك منك ولا رغبه ولا عندك مشروع بتقول له دوره فيه ايه. ولو هنرجع لحكيمي تاني، وحسب تصريحات ناصر لارجت انهم سافروا لحكيمي وهو تقريبا 18 سنه واجتمعوا معاه في فندق من فنادق مدريد في اسبانيا، وما قدموش اي وعود ليه كبيره في المستقبل، بس مجرد ان هم قدروا اللاعب وخلوه يحس ان هو مهم. ده كان نتيجته ان هو ما كملش نص ساعه وكان حاسم قراره بلعب للمغرب. فانت هنا عملت المعادله انك عرفت تضيف للاعب قدامه مستقبل وتخليه لاعب دولي وهو لسه 18 سنه. دي خلتك تكسب لاعب زي حكيمي افضل باك رايت في العالم دلوقتي، والاضافه اللي انت عملتها زمان فرقت معاك حاليا وخلت حكيمي نموذج تبني عليه وتقدر تقنع بيه لعيبه ثانيه من مزدوج الجنسيه. المنتخبات هي اللي بتضيف للاعب بشكل مرعب، وليك في منتخب المغرب في كاس العالم مثال، بلاش المغرب، محمد صلاح وهدفه في الكونغو اللي كان من ضربه جزاء اللي صعدنا كاس العالم 2018. الهدف ده كان سبب ان صلاح يبقى المنفذ الاول لضربات الجزاء في الليفر وخلاه يزود عدد اهدافه ويعمله كارير احسن. فكل ده اضافه حتى لو غير مباشره، ده غير كم المواهب اللي المسؤولين بيضيعوها من ايدينا بسبب عدم الاحترافيه والعشوائيه. كان في لاعب اسمه رامز حفظ الله كان بيلعب في ميلول الانجليزي، ده عنده جنسيه مصري وجنسيه مغربي. منتخب مصر كان بيحاول يضمه، فاتحاد الكوره تواصل مع اللاعب وبعت جواب للنادي لاستدعائه لمنتخب الشباب مكتوب فيه ان تكلفه السفر تبقى على حساب اللاعب مش على حساب اتحاد الكوره. الجواب اللي هي بتقول ان رامز لازم يدفع على نفقه، هي المساله مش ماديه اكتر ما ان هي بتدي قيمه للاعب وقيمه للنادي اللي هو بيلعب فيه. رامز بيلعب في نادي معروف، نادي عريق طبعا ميلول، ما ينفعش انه بعت الجواب بالطريقه دي. طبعا النادي واللاعب حسوا بعدم التقدير، واللاعب قرر يغير فكرته ويقبل دعوه المغرب اللي تعاملوا معاه بشكل احسن. الفكره مش بيحب مين عن مين على قد ما هي قصه تقدير، لان زي ما قلت لك ده نص مصري ونص مغربي. الموضوع اساسا كان بيتم بشكل عبثي ومش عن طريق الاتحاد، ده كان بيتم عن طريق صحفي اجتهد ودور ووصلهم باتحاد الكوره. وبصراحه انا كل ما اعمل سيرش عن اي لاعب عنده اكتر من جنسيه الاقي يطلع لي اسم وسيم احمد في اي خبر، فشاوت اوت للراجل ده على المجهود المحترم. والحمد لله ان في خطوه اتخذت صح وانضم اللجنه الفنيه في الاتحاد، فخلاص بقى عندنا جهه بتدور بعد ما كان مجهودات فرديه. بس برضه لسه التعامل مع اللعيبه ملوش اي علاقه بالاحترافيه سواء من اتحاد الكوره او من مدربين منتخبات الناشئين. بحسب ما انا فاهم منك يا كابتن علاء وانت بتقول دلوقتي، وحسب ما انا عارف من معلومات انه اللي هيجي لك هتبص عليه، انت مش هتروح تجيب حد، لا اجيب مش هتروح تدفع تذكره طيران لحد، صح كده؟ طبعا عندك حق والله يا كابتن، ما ينفعش نروح له. طب يا شرنوبي، ما هو ممكن ما يكونش عندنا لعيبه زي المغرب والجزائر، ولو كان عندنا حد في فرق كبيره في اوروبا كنا اتعاملنا معاه احسن. انت كده جيت لي في ملعبي. في لاعب اسمه كاميرون اسماعيل بيلعب باك ليفت في ارسنال للشباب، وانت عارف حجم معاناه مصر في المركز ده لدرجه خليتك تلعب بكوكا باك ليفت لمنتخب مصر، او انك تستنى فتوح لحد ما ربنا يفك دقته. بس الحمد لله كاميرون اسماعيل بيجي مصر عشان ينضم لمنتخب الشباب تحت 18 سنه. العبث اللي حصل انهم ما اقتنعوش بيه وشايفينه اقل من اللعيبه الموجوده. مشكلته في ورق والله اعلم بقى، ما انت بحكي لك في اداري بيقول انه اللي هنا احسن منه. يعني اللاعب قدر يقنع ارسنال ومش عارف يقنع مدربينا. المشكله ان الكلام ده عدى عليه اكتر من سنه، وانا بدور لقيته ان هو مضى اول عقد احترافي ليه مع ارسنال من فتره، ولحد دلوقتي ما انضمش لاي منتخب من منتخبات الناشئين. اما القصه الثانيه ممكن تعرف منها احنا وصلنا لفين. كريم احمد مهاجم بيلعب في ليفربول، جه مصر عشان ينضم لمنتخب، وعشان جسمه صغير من الرجاله الفحوله اللي عندنا في المنتخبات ما ضمهوش لاي منتخب من منتخبات الناشئين. وبرده من فتره مضى اول عقد احترافي ليه مع ليفربول. ده غير يونس ابراهيم في برايتون ولاعيبه تانية كتير محدش بيبص لها. وانا ما بكلمكش عن لعيبه اي كلام، انت ممكن تخش تتاكد من نفسك على الموقع الرسمي لانديتهم.
هتعرف اللعيبه دي متالقه قد ايه في فرق الشباب، وممكن انديتهم تصعدهم لفريق اول في اي لحظه، لكن لاسباب مش واضحه ما بينضموش للمنتخب. بس انت هتعرف حجم الكارثه اللي احنا فيها لما تسمع اللي جاي، وليه المنتخبات الاوروبيه حاسه بخطر من المنتخبات العربيه والافريقيه، خاصه منتخبات زي فرنسا واسبانيا وبلجيكا وهولندا اللي نص لاعبتهم لعيبه افريقيه وعربيه. الموضوع بالنسبه لهم ما كانش فيه اي خطر مننا، حتى لو كان كل منتخب كان بيقنع 3 4 لعيبه مش مشكله قصاد الاف من اللعيبه المهاجرين في اوروبا. اللي حصل ان منتخب المغرب قرر ياخد رابع كاس عالم. صفر للتاريخ، لكبرياء العرب ولأحلام تحولت إلى أرض الواقع. ايوه يا شرنوبي، انجاز وكل حاجه، بس ايه اللي اتغير يعني؟ مش فاهم. احبك كنت مركز معايا كده. جزء من تفوق المنتخب المغربي في كاس العالم 2022 ولحد دلوقتي هو استغلالهم لفكره مزدوج الجنسيه اللي بقت منتشره في كل فئات منتخب المغرب، وتقدر تتاكد من ده بنظره سريعه على قائمه من قوائم المغرب، ودي ما تقلش خالص عن مشروع المغرب في اكاديميه محمد السادس. وبعد انجاز كاس العالم الصوره الذهنيه اتغيرت، وبدل ما كانوا بيخشوا للعيبه اللي عندهم اكتر من جنسيه من مدخل الهويه بس، دلوقتي بقى عندهم مشروع لابناء البلد عشان يطوروهم، وكمان عندهم لعيبه من مزدوج الجنسيه فضلوا منتخب المغرب وحققوا نجاحات. وده خلى المغرب تقدر تقنع لاعب زي ابراهيم دياز مولود في اسبانيا وبيلعب في ريال مدريد، وتقدر تخطفه بعد منافسه كبيره مع منتخب زي اسبانيا، وما تحتاجش تكلمه من بدري، لا ده انت بتخش في نفس الوقت اللي هو بيخش فيه وبتقدر تقنعه. وده ليفل محدش وصله في افريقيا ومش من فراغ. كمان بعد تصريحات يمين يامال اللي الناس حست من كلامه ان في شيء من الندم على اختياره لاسبانيا، خاصه مع العنصريه اللي بيتعرض لها اللعيبه دي هناك. والله من حظنا ان المغرب ما اقنعتش يامال، تخيل جابها فيها حكيم يامال كان الوضع هيبقى عامل ازاي؟ ده كان هيبقى كل الاوضاع مش وضع واحد. بس ده جاي من استراتيجيه المغرب اخدتها خطوه خطوه، لان اللعيبه اللي كانوا بيختاروا تمثيل بلاد اصولهم كان بيتم النظر ليهم انهم طموحهم محدود، وانهم بيتخلوا عن منتخبات تقدر تبرزهم تجاريا سواء تغطيه اعلاميه او عقود رعايه او حملات تسويقيه عموما. وده موضوع بيهتم بيه اكتر وكلاء اللاعبين اللي بيبقى ليهم دور كبير في توجيه اللاعب لانهي منتخب، وعارفين قيمه الموضوع ده كويس. وده كان تقريبا السبب الوحيد اللي خلى يامال يلعب لاسبانيا، ده غير انهم عارفين كويس قيمه الجانب الاسري للعيبه دي، ده غير اماكن التدريب والفنادق وكل الوسائل اللي ما تقلش عن اي منتخب في اوروبا، بجانب كمان استضافه كاس العالم 2030 بالاشتراك مع اسبانيا والبرتغال. كل ده بيعلي من قيمه اللاعبين وهيخلي العيون كلها عليهم. وكمان بعد كاس العالم للشباب اللي فازت بيه المغرب خلت كل الناس منتظره تشوفهم هيعملوا ايه في كاس العالم اللي جاي. والقصه ما وقفتش هنا، شافوا اللعيبه دي بيعانوا من ايه في المنتخبات الاوروبيه واستغلوه في الاقناع. يعني استغلوا عنصريه بعض اتحادات المنتخبات الاوروبيه، وخصوصا اللي بتحصل للعيبه الصغيره والمسلمين بالذات، زي اللي بيحصل من الاتحاد الفرنسي اللي كانوا بيخلوا اللعيبه ياخروا صيامهم في شهر رمضان لو في مواعيد التدريبات او الماتشات من اول منتخبات 16 سنه لحد الفريق الاول. والموضوع ده خلى لعيبه كتير تحس ان مفيش احترام ليهم ولا لمعتقداتهم، فجزء كبير منهم وخاصه اللعيبه الشباب اتجهوا للمنتخبات العربيه. كمان نظريه 1-0 اللي قالها كتير من اللعيبه الافارقه والعرب لما كانوا بيلعبوا في المنتخبات الاوروبيه، انهم بيحتاجوا يبذلوا مجهود اكتر من اي لاعب تاني بيلعب في بلده الاصل مش مهاجر، وده بيخليهم يبداوا المنافسه مع اللعيبه دي وهم خسرانين 1-0. كل ده فرق شمال افريقيا بيحاولوا يستغلوه. وبجانب كل ده المغرب عندها شبكه من الوكلاء في اوروبا تابعه للاتحاد المغربي مسؤوله عن متابعه اي لاعب عنده اصول مغربيه، وعندها داتا لكل الاعمار السنيه. والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نهجت سياسة جديدة في هولندا وبلجيكا مع مراد يبقى، في إسبانيا قلنا موجود ربيع تيكسا، في إيطاليا موجود يونس شاهين، وأسماء أخرى موجودة في دول أخرى. هذه الأسماء تشتغل على اللاعبين من مزدوجية الجنسية ويتم إقناعهم. طب يا شرنوبي أكيد صرفوا فلوس كتير على الكلام ده، والمسؤولين عندنا ما يتوصوش، هيبدأوا يفتحوا الدرج ويطلعوا لك الحجج، وإحنا زي ما عرفنا ما عندناش ميزانية لتذاكر السفر أساسا. الاتحاد يعمل ميزانية لده يعني، برضو أنا متخيل برضو الفكرة إنه هتروح تقول مثلا الاتحاد أنا محتاج مليون جنيه هروح ألف لفة في أوروبا، هيقول لك امشي رغم ان اللي عايز حاجه بيعملها، بس عشان انت حبيبي تقدر تقول كده انا جبت لك نموذج ما يخليش اي حد يتحجج باي حاجه. تعال بقى احكي لك قصه منتخب كاب فيردي، وازاي بلد عدد سكانها نص مليون يعني اقل من مدينه نصر، وقدرت تعمل مشروع جبار حولها من منتخب ما حدش يسمع عنه لمنتخب بيصعد كاس عالم على حساب منتخبات كبيره في افريقيا بسبب حاجه واحده بس، اللاعبين مزدوج الجنسيه. القصه بتبدا في 2011. المسؤولين في كاب فيردي سالوا نفسهم ليه نستنى نعمل دوري قوي او نعمل اكاديميه تطلع لعيبه لاوروبا واحنا اساسا ما عندناش امكانيات لاي حاجه، وعدد البلد قليل جدا، واغلب شعب كاب فيردي مهاجرين عايشين بره في البرتغال وهولندا وفرنسا. وهنا جت الفكره، طب ما ندور على لعيبه بتلعب في الدوريات دي وفي نفس الوقت عندهم جنسيه البلد ونحاول نضمهم للمنتخب. وعايز اقول لك ان في الوقت ده منتخب كاب فيردي كان عمرهم ما لعبوا افريقيا، كان على طول بيخرجوا من التصفيات، وكان هدفهم في الاول انهم يلعبوا افريقيا اللي جايه 2013. الموضوع في الاول كان بيتم بشكل عشوائي، بدا من شويه كشافين مهاجرين من كاب فيردي بيتابعوا لعيبه عندهم جنسيه البلد بس بيلعبوا في اوروبا حتى لو محدش يعرفهم، وكمان مش مهم بيلعب ولا ما
بيلعبش في ناديه، وفعلا بيقدروا يجمعوا مجموعه كبيره من اللعيبه بتلعب في اوروبا، وبيحصل اللي هم عايزينه، بيتاهلوا لاول مره افريقيا 2013. ومش كده وبس، بيقدروا يتاهلوا من دور المجموعات في مجموعه فيها المغرب وجنوب افريقيا وانجولا، وبيوصلوا للربع النهائي قبل ما يخرجوا قدام غانا، وبيقدروا يكملوا في البطوله اللي بعديها وبيصعدوا افريقيا 2015. والموضوع فضل يكبر سنه ورا سنه، ويحاولوا يوسعوا دايره البحث اكتر من غير بقى ميزانيه ولا ارقام فلكيه زي ما اتحاد الكوره بتاعنا عايز. بالمناسبه انا هحكي لك قصه عن الامكانيات اللي كانوا بيستخدموها ساعتها. في 2019 اللاعب روبرتو لوبيز مدافع ايرلندي بس ليه اصول من الراس الاخضر، اتفاجئ برساله مبعوثه له على لينكد ان من مدرب منتخب كاب فيردي في الوقت ده بيعرض عليه ان هو ينضم للمنتخب، بس عشان الرساله كانت بالبرتغالي لوبيز ما قراهاش وطنشها. وبعدها بفتره المدرب بعت له رساله ثانيه بس المره دي كانت بالانجليزي، بيقول له ها فكرت في العرض اللي عرضته عليك ولا ايه؟ فلوبيز ما فهمش عرض ايه، فرجع يترجم الرساله اللي بعتها له في الاول، وعرف انه كان بيعرض عليه يمثل بلده الاصل كاب فيردي عشان يكون من اللعيبه المهمين اللي ساهموا في الصعود لكاس العالم 2026 لاول مره في تاريخهم. والجيل الجديد اللي اتعمل في 2020 تحت قياده مدربهم بوبيستا خلاهم يبقى من اقوى منتخبات افريقيا، وقائمتهم بالكامل من لاعبين بيلعبوا في اوروبا، لدرجه خلتهم لما كانوا معاك في نفس المجموعه في افريقيا 2023 يصعدوا اول عليك ويلعبوك اخر ماتش وهم مريحين 8 لعيبه اساسيه وتتعادل معاهم بالعافيه. منتخب استغل نقطه واحده بس عملها بشكل صح من غير اعذار ولا فساد ولا حاجات تانية مالهاش اي لازمه، ولا نقول المواهب ما بقتش موجوده ليه. وعلى فكره كاب فيردي اللي عدد سكانها نص مليون بدات تعمل اكاديميات دلوقتي وبيبنوا على منتخبهم ده. وكمان مش في كره القدم بس، كمان في كره اليد قدروا يوصلوا ضدنا في نهائي افريقيا 2022 وبقوا صيف البطوله. العالم والكوره اتغيروا واحنا زي ما احنا عايشين على امجاد الماضي من غير اي مشروع ولا رؤيه. وما تستغربش لما تلاقي كارتي وبن شرقي وهم افضل لعيبه في مراكزهم في الدوري المصري وهم في الصف الثاني في منتخب المغرب. ومشروع زي استغلال مزدوجي الجنسيه ده ممكن يفيد المنتخب بشكل كبير ويسد ثغرات المراكز اللي بنعاني منها، لان حتى لو الاستفاده عباره عن لاعب او اتنين فده يبقى مكسب كبير، بس الفكره تتنفذ صح وبشكل احترافي. واعتقد بعد ما عرفت قصه كاب فيردي لما تسمع حد من اتحاد الكوره بيقول لك مفيش ميزانيه للكلام ده او ما عندناش كواليتي لعيبه زي المنتخبات الثانيه او الحجه الاكثر انتشارا عندنا مشكله في الورق، قول له يتفرج على الحلقه دي هيتكسف من نفسه. وبس كده، انا شرنوبي اشكركم من حسن الاستماع، ولو في موضوع جه في دماغك وعايزني اتكلم فيه ابعت لي انستجرام، والى اللقاء في سهرات قادمه والسلام.